ايوه، يعني الوجع اللي عندي ده عصب ولا عضلة ولا مفصل ولا التهاب في الاوتار ولا في الاعصاب ولا مرض مناعي ولا ايه بالظبط؟ يعني افرق ازاي؟ تعال اقول لك تفرق ازاي وتروح لاني دكتور عشان تعالج. عندي وجع عميق جامد مع سخونة ومع ورم، وبيزيد شوية مع التحميل وتدريجي، ويزيد لآخر اليوم، وساعات يزيد الصبح، وساعات معاه تورمات بتتنقل في أماكن كتير. اه، هنا اروح لدكتور عظام ومعاه دكتور مناعة وحل تحليل الاي ان ايه عشان ابقى جاهز وانا رايح. تمام، واعمل اشعة اكس راي عادية على المكان وانا رايح عشان اوفر على نفسي وقت. تمام، يبقى ده حاجة في العظم. الالم العضلي بقى لا، قوي جدا، يوجع قوي، وادوس عليه يوجع جدا، وببقى ماشي كل ما استعمل العضله دي لا مش قادر، واعرج وكلام من ده، واجي ارفع دراعي لا مش قادر. ده يبقى كده عضله. تمام، العضله بيبقى وجعها شارب، قوي، حاد جدا. لو منتشر بقى في كل حته وكده، دكاتره الروماتولوجي بيساعدوك، او لو في حتت معينه دكاتره العلاج الطبيعي اللي زينا لا بنقدر نساعدك كتير في الالم ده. طب الاوتار، الاوتار هي المكان اللي بتلتقي فيه العظمه مع العضله. ماشي، يبقى انا حاسس بحته هنا مثلا عظم وعضل مع بعض، او حته عظم وعضل مع بعض، انا مش عارف، حاسس ان هي ما بين العظم والعضله، ده هو ده التهاب الاوتار. وده هنا دكاتره العلاج الطبيعي بتفيدك فيه جدا. طب الاربطه، الاربطه ابقى قاعد اجي اقوم وجع جامد ويسلك شويه بعد المشي، يبقى ده وجع الاربطه. ماشي، طب ده ممكن ده يبقى دكاتره العظام غالبا، او كمان الوجع الرباط دايما يجي، عادة بيجي مع إصابة إن أنا اتلويت رجلي، اتلوت، جريت فجأة وبعدين فرملت فجأة، حصل حاجة زي كده مع لوية رجل، ده هنا بيبقى التهاب الأربطة. العصب بقى لا، العصب بقى إحساس لسعة، حرقان، تنميل، شكشكة، ويمشي يمشي خط ماشي زي السياتيك اللي هو إيه، اللي هو التهاب عصب النسا، أو التهاب الدراع، تلاقي حاجة مشيت ماشي كهربا بخط كده، يبقى ده هو ده الام الاعصاب مع التنميل طبعا، او مش حاسس بالحته دي، او حته بتسقع حته بتسخن، يبقى ده هنا التهاب الاعصاب. ده كده اعصاب. طب الام معاها، الام طفح جلدي، معاها حراره، فقدان في الوزن، وعمال تورمات تروح من حته لحته. هنا ممكن اشك اكتر في المناعه والحاجات اللي بتزيد الصبح قوي، اقوم مكسر مش قادر اقوم من على السرير ومش عارف ايه، وبعديها بساعه كده تبدا الدنيا تسلك. منتشره، كتف، تيجي النهارده ركبه، تيجي مش عارف ايه. هنا ممكن يكون الروماتيزم. كده انت فهمت انواع الاوجاع، وتقدر تروح لاني تخصص عشان يساعدك. هذا والله اعلم.